السلام عليكم باشمهندس ياسر، انت مشهود لك بالكفاءة في مجالك. في ملحوظة مش عارف عدت عليك ازاي في الدقيقة الأولى. دخلت البلكونة في الريسبشن. هل انت متأكد ان اللي صب السقف عمل شوكة للبلكونة عشان تتحمل الأحمال دي؟ أولا شكرا جدا لذوقك. بداية الكومنت متشكر جدا. خلينا الأسئلة الإنشائية اللي زي دي أنا بحبها جدا بصراحة، ما عندناش مشكلة نتناقش فيها، لأن الخطأ الإنشائي كارثي. في أخطاء إنشائية ويمكن احنا بنعمل معاناة كتير قوي في المجال في الحتة دي، كارثية مش هتتخيلوا قد إيه يعني. فهنا السؤال كان عباره، احنا في مشروع في مدينه نصر، لسه منزل فيديو بتاعه. دخلنا البلكونه جوه الريسبشن، ودي حركه بيعملها الكل. فانا بصراحه عجبني الكومنت، وعجبني ان لما بحس ان الكومنت بيتكلم في حته فعلا ممكن تبقى خطر، فخلينا نتكلم فيها ونوضحها. دخلنا البلكونه في الريسبشن، فيما معنى الكومنت ان هو بيقول ايه؟ لما انتوا دخلتوا البلكونه، هل انت متاكد ان البلكونه هتقدر تستحمل الاحمال الجديده اللي حصلت عليها، لانها خلاص بقت ضمن البيت؟ فخلينا نرد على الموضوع بقى من شقين. اول حاجه، في الكود الهندسي المصري او في التصميم الانشائي عامه، لما بنيجي نصمم البلكونات والسلالم، من المفترض ان احنا بنزود فيها قيمه اللايف لود. ايه اللايف لود ده؟ في اي تصميم انشائي في الدنيا بيبقى في ديد لود وفي لايف لود. ديد لود اللي هو وزن العنصر نفسه، وزن الخرسانه نفسها والردم اللي عليها والارضيات والكلام ده كله، اللي هو السيراميك او البورسلين. اللايف لود هو احنا والاغراض بتاعتنا. فلما بنيجي نصمم السلالم والبلكونات لاغراض الامان، بنزود اللايف لود فيها واحنا بنصمم، لان ممكن يحصل تدفعات في الاماكن دي، فلازم تقدر تستحمل اكتر من الطبيعي. فمن المفترض ان البلكونه اصلا تقدر تستحمل اكتر. بس السؤال فيه شق تاني ممكن برضه ياخدنا لحته تانيه. هو بيقول لك طب انت ايش عرفك ان اللي صمم صح عشان تدخل الموضوع ده، البلكونه دي في المكان؟ برضو هنلاقي ان برضو ممكن يكون كلامه مظبوط، ممكن يكون البلكونه مش متصممه صح، وان كان دي منشأ في مدينه نصر في مكان كويس جدا، في وقت كان فيه التصميم فعلا مظبوط قوي. خلي بالكم المنشآت القديمه انا من وجهه نظري فيها تصميمات انشائيه احسن من دلوقتي بكتير. بس خلينا نبص للفيديو كده. لو جينا بصينا للبلكونه هنلاقي ان هي مش كانتليفر، مش كابولي. يعني ايه كابولي؟ شايفين الترابيزه دي؟ لو احنا شلنا العمود ده وخلينا دي طايره، ده كده اسمه كانتليفر. يعني بصوا كده، لو احنا مسكنا دي كده، ده كده اسمه كابولي طاير. لو عملناه كده، ده ما بقاش اسمه كابولي، بقى سمبل بيم متثبت على سبورتين، على ايد وايد. تمام. فلو جينا بصينا للبلكونه هنلاقي ان في بدايتها عمود. لو بصيتوا في الصوره كده في عمود، فهي مش بلكونه اصلا. هي ما بقتش بلكونه، هي بقت زيها زي المنشأ نفسه، سمب متثبته من ناحيتين، سمب اشبه بسمبل بيم يعني، كحاجه بسيطه. فهي مش بلكونه. العمود ده هتقولي طب ما ممكن ما يبقاش نازل الارض. هنا عندنا العمود ده